السلام عليكم متابعين قناة التقنيات. اليوم عندنا شرح جديد. كالعادة احنا شروحاتنا مميزة، لا نروح ونرجع على نفس التطبيق ولا غيرها. المهم اليوم عندنا طريقة إزالة الإعلانات من هونيستا. أول شي تدخل للإعدادات settings، بعدها الاتصال والمشاركة، بعدها نظام أسماء نطاقات خاص، اسم مضيف مزود نظام أسماء نطاقات خاص. تضيف هذا ال DNS أو الهوست اللي راح أترك لكم الرابط مالته بوصف الفيديو. تعطيه لصق، بعدها حفظ. بهاي الطريقة راح تنحذف كل الإعلانات من الجهاز. هذا شرح أول شي. هذا الشرح لأجهزة شاومي حصرا. هسه راح أشرح لكم على السامسونج وعلى الهواوي. شرح الأجهزة سامسونج. طبعا هذا الجهاز G7 شوية قديم المتوفر عندي. ندخل للضبط كله من الإعدادات، تضغط على اتصالات، المزيد من ضبط الاتصال، DNS خاص أخير خيار، اسم مضيف مزود DNS خاص، تضغط عليها تعلم عليها، بعدها تدوس لصق للرابط أو ال DNS أو الهوست اللي راح أترك لكم الرابط مالته بوصف الفيديو، مثل ما تشوفون مثل ما موجود بالفيديو بالضبط من دون أي إضافة. تنطيه حفظ، راح يفصل شوي النت ويرجع موجود ما فصل. هذا الشرح لأجهزة سامسونج. راح أوقف الفيديو وأصور لكم الجهاز هوا بعد. وهذا الشرح لأجهزة هواوي. ندخل للإعدادات مال الجهاز، بعدها الاتصال اللاسلكي والشبكات، بعدها نظام DNS خاص انت راح تلقاها مغلق. تضغط على ضبط إعداد نظام DNS خاص، اسم المضيف، لصق، بعدها تدوس رجوع انحفظ عندك. وبهاي الطريقة بس تدوس حفظ أو رجوع راح ينحفظ عندك، وبعدها لا تسوي أي شي وتروح الإعلانات من الجهاز كله من ضمنها تطبيق هونيستا وأي تطبيق فيه إعلانات أيدي. في أمان الله. والشرح هذا طبعا الشرح الأول على التليجرام ماكو منه، واللي يخمط دليل على فشله ونجاحي بكل بساطة، إنه أنا الناجح جاي يخمط من عندي وجاي ينشر بقناته الفاشلة. ولو هو قناته تصعد صحيح تصعد، لكن احنا قناتنا المشتركين مالتنا نايمين. انتم نايمين. في امان الله. شو اسوي لكم؟ ما تقولوا لي.